الفيلم بيبدأ في مستشفى في أندونيسيا لما ممرضة كانت بتاخد ست حامل وبتدخلها غرفة الولادة. وأول ما فتحت غرفة الولادة اتصدمت لما لقت واحدة مشنوقة، وبعد الحادثة دي المستشفى اتقفلت، بس بعد 5 سنين اتفتحت تاني عشان تستقبل المرضى. وبعدها بنشوف بنت اسمها بيكا وصاحبتها أرام، وبيكونوا جايين المستشفى عشان ياخدوا خبرة كدكاترة لسه متخرجين. كانت أعمال التجديد في المستشفى لسه شغالة، ولما دخلوا المستشفى بيكا قالت لصاحبتها أنا قلبي مقبوض وحاسة بحاجة غريبة، بس هم عارفين لو مشيوا مش هيلاقوا مستشفى تانية يتدربوا فيه ومش هياخدوا شهادة التدريب، وده هيأثر على تعليمهم وشغلهم في المستقبل. كده مفيش قدامهم حل تاني غير انهم يفضلوا يتدربوا في المستشفى دي. وبعد عمليات التجديد ما انتهت، بيكا وصاحبتها اتعينوا في وردية بالليل، وكل حاجة كانت ماشية طبيعية ومفيش اي حاجة غريبة، لغاية ما في مرة دخلت ست شكلها غريب، وأرام فحصت دفتر يمكن تلاقي اسمها، بس ما لقيتش اي اسم. فسألتها انت كان عندك ميعاد سابق يعني حاجزة؟ لكن الست قعدت وفضلت تبصلها وتبتسم ابتسامة غريبة، وعينيها كانت بتبرق. أرام كانت خايفة وحاسة بالرعب عشان الست دي كانت مش بتتكلم، وكل اللي بتعمله بتبص عليها وبتبتسم ابتسامة مرعبة. بس أرام سألتها تاني اسمك ايه، وبرضه مردتش عليها. فجأة بدأ ينزل من بقها حاجات غريبة، فأرام مسحت بقها بمنديل وفجأة برقت لها، وفي اللحظة دي النور اتقطع وأرام اتخضت. وبعدين أرام شغلت كشاف التليفون، ولما وجهته على الست الغريبة لقيتها مش موجودة وفص ملح وداب. وأرام حست بأشعريرة من اللي شافته وجريت ناحية الباب، بس لقيته اتقفل، وفجأة الشبابيك كمان اتقفلت لوحدها، وسمعت صوت الإزاز اللي في الشبابيك بيتكسر. ولما لفت لقت شبح الست واقف قدامها، وبدأت أرام تترعش من الرعب وحست إن رجليها مش شايلاها، وحاولت ترفع مفتاح الكهرباء اللي موجود في الحيطة. لحسن حظها النور رجع تاني وخدت نفسها وارتاح، بس فجأة لقت شبح الست واقف على كتفها وبيحاول يخنقها، وهي فضلت تصرخ، وفي دكتور سمعها وهي بتصرخ. وأول ما فتح الباب شبح الست اختفى، والدكتور بص في الغرفة وملقاش أي حد غيرهم. بعدها بنشوف واحد من موظفين المستشفى بتجيله مكالمة طوارئ عشان في مريض مصاب بجروح خطيرة وعايز إسعاف فورا. والإسعاف وهي في الطريق السواق بيلاقي إن في عربية قدامه تتحرك ببطء مع إن الطريق فاضي، فقرر يغير المسار، وبمجرد ما لف لقى ظل ست شكلها غريب في نص الطريق. فزع ولف تاني، بس عربية الإسعاف خبطت في العربية اللي قدامها، والعربية كان فيها حديد، والحديد اخترق جسم السواق ومات. وهو بيموت بص في المراية ولقى ظل ست شكلها غريب بتبص عليه وبتبتسم ابتسامة خبيثة، وبنعرف ان السواق ده ساعد في قتل الست اللي بتظهر له. بعدها نقلوا جثته للمستشفى، ولما أرام وبيكا شافوا الجثة اترعبوا، وأرام فضلت تعيط، وبيكا كانت بتواسيها بتقول لها بتعيطي ليه، دي مجرد حادثة وواحد مات عادي يعني. فأرام قالت لها ان الشخص ده هو اللي كان بيضايقها أول ليلة ليها في المستشفى، وكانت خايفة تقول لحد عليه، وفضلت تلعن فيه وتحاسبن عليه، ودلوقتي هو مات وهي بتعيط عشان حاسة انها هي السبب في موته عشان دعت عليه. وفي نفس الليلة كان في موظف تاني في المستشفى بيعمل حاجة، والنور قطع في المستشفى كلها، وفتح الكشاف وشاف شبح بيصرخ في وشه، وبعدين هرب وفضل يجري وراح ناحية الغابة. كان في نهر صغير وعليه لوح خشب مقطوع من شجرة عشان يعدي عليه للناحية التانية. استجمع قوته ومشي على لوح الخشب، ولما وصل للنص رجله اتزحلقت وكان هيقع في النهر، بس مسك في لوح الخشب. بس فجأة ظهر شبح مرعب من المية ومسك الموظف، وبنعرف ان الشخص ده برضو ساعد في حالة القتل اللي حصلت في المستشفى، والشبح شده للمية وغرقه. تاني يوم لقوا جثته مشوهة ومرمية جنب المستشفى، ولما أرام شافت وسمعت باللي حصل انهارت وفضلت تعيط، وقالت لبيكا انها مش هتقدر تقعد في المكان ده، وقالت لها ان المكان ده ملعون. وبيكا ردت عليها وقالت لها ما ينفعش نمشي، استحملي كام يوم لغاية ما ناخد شهادة التدريب. وفي نفس الليلة أرام راحت عشان تنام، وشافت ظل بيقرب منها ببطء وبيلمس وشها بلسانه الطويل، وفضلت تصرخ، بس ما كانش في حد موجود في المكان غير صاحبتها بيك. ولما صحيت وأرام قالت لها على اللي شافته. وتاني ليلة حبيب أرام السابق جه عشان يشوفها وكان شارب، وهي لما شافته كده طردته. ولما ركب الموتوسيكل وهو في الطريق شاف ست شعرها طويل وواقفة لوحدها في الطريق، وسألها انت ليه واقفة لوحدك في الطريق في الوقت المتأخر ده، وعرض عليها يوصلها، فابتسمت له ابتسامة خبيثة ووافقت يوصلها.
وهما في الطريق شعرها بدأ يلف على كتفه، وهو حاول يبص وراه بس فقد السيطرة، والموتوسيكل وقع بيه من مكان عالي وحالته كانت خطيرة، واتنقل للمستشفى. وراحت بيكا وأرام للمستشفى، وبمجرد ما أم المصاب وصلت عشان تشوف ابنها سلمت على بيكا وحضنته. وأرام استغرب لأن المفروض أم حبيبها السابق تسلم عليها هي الأول، وعشان كده أرام شكت إن في حاجة بين حبيبها السابق وصاحبتها المقربة بيكا، وحست بالإحباط. ولما دخلت غرفتها قالت لبيكا أنا همشي. قررت تقطع علاقتها ببيكا، وبيكا وهي بتمنعها شافت صاحبتها شكلها اتغير، حست إن في حاجة مش طبيعية في المكان، فقررت تبحث. وتاني يوم دخلت مكتب موظف اسمه رينجو، وفتشت مكتبه ولقت جريدة قديمة ومكتوب فيها عن جريمة قتل غامضة حصلت في المستشفى من 5 سنين. كمان لقت ألبوم صور غريب في خصلات شعر نسائية، وتحت كل خصلة مكتوب اسم، وآخر خصلة في الألبوم كان مكتوب فيها اسم صاحبتها أرام. بيكا خافت وعرفت إن صاحبتها في خطر. وبعدها بنشوف رينجو رجع لمكتبه وعرف إن في حد دخل للمكتب ودور فيه، وبيكا كانت واقفة ورا الشباك. ولما رينجو خرج بيكا طلعت من المكتب وراحت لدكتور اسمه تاتو، والدكتور ده كان شكله دكتور عاقل وموثوق فيه. وبيكا حكت له على كل حاجة، وقالت له إن الدكتورة اللي انتحرت من 5 سنين وراها لغز كبير، وإنها شاكة إن رينجو هو القاتل. والدكتور تادو قال لها رينجو بنبرة استغراب، وقالت له لازم أنقذ صاحبتي أرام وإلا هتكون الضحية التانية. والدكتور وبيكا خدوا أرام وودوها المكان آمن. نفس الليلة لما بيكا كانت نايمة صحيت ما لقتش أرام موجودة في المكان، جريت على المستشفى ودورت عليها بس ما لقيتهاش. اتصلت بالدكتور تاتو، وفي نفس اللحظة سمعت أصوات غريبة جاية من غرفة من غرف المستشفى، كانت نفس الغرفة اللي انتحرت فيها الدكتورة من 5 سنين. بيكا لما بصت لقت إن صاحبتها أرام قاعدة في حوض الاستحمام وبتتكلم مع نفسها، وبيكا ندهت عليها بصوت عالي، وأرام شكل عينيها اتغير ومسكت بيكا وحاولت تغرقها. بعدها اختفت، وبيكا لقت نفسها لوحدها في المكان وشافت الأحداث اللي حصلت قبل 5 سنين، وعرفت ازاي الدكتورة تانتري اتقتلت، وعرفت ان تاتو الدكتور اللي وثقت فيه وحكت له على كل حاجة طلع هو القاتل، وهو اللي خدر الدكتورة تانتري واستغلها. ولما الدكتورة فاقت وعرفت اللي حصل لها حاولت تتصل بالشرطة، بس تاتو منعها وقتلها بوحشية. وبعدين اتصل ب2 عشان يساعدوه ويعلقوها في المشنقة عشان تبان كأنها هي اللي انتحرت، والاتنين دول اللي اتقتلوا في المستشفى. وبعد ما رؤية بيكا خلصت لقت صاحبتها بتحاول تغرقها تاني. بعدها الدكتور تاتو جه وزق أرام ووقعها على الأرض وفقدت وعيها. وطبعا بيكا عرفت ان الدكتور تاتو هو القاتل، بس عملت نفسها ما تعرفش اي حاجة. بعدين سندت صاحبتها عشان يخرجوا من المستشفى، وصاحبتها همست في ودنها وقالت لها ان تاتو عمل معاها نفس اللي عمله مع الدكتورة تانتر. عرفت بيكا انهم في خطر، بس تاتو مش هيسيبهم يهربوا بسهولة. بمجرد ما بيكا لفت مسك أرام وهددها بسكينة، وبص لبيكا بصة خبيثة ومسكها، بس بيكا استجمعت كل قوتها وضربته بالقلم على وشه. وطبعا الدكتور اتجنن ومسك سكينة وطعنها في ايديها، وبيكا فضلت تصرخ بس مفيش حد ينقذها. وتاتو قرر يعذبها اكتر. وفجأة رينجو اللي بيكا كانت شاكة فيه ودخلت فتشت في مكتبه وصل وانقذها ولف حاجة حوالين رقبة تاتو. وتاتو كان بيحاول ينقذ نفسه من قبضة رينجو بس معرفش واتخنق ووقع على الارض. وبعدها رينجو ربط ايد بيكا وقال لها على الحقيقة كلها، وقال لها ان الدكتورة تانتري كانت خطيبته، بس قبل فرحهم اكتشف انها حامل، وعرف ان ابو الطفل يبقى تاتو. وفجأة لقى خطيبته انتحرت، وكان عارف انه مش مجرد انتحار، بس ما كانش عارف يعمل اي حاجة. واصحاب المستشفى قفلوها عشان يغطوا على الدكتور تاتو اللي عمله. وبعد ما مرت 5 سنين والموضوع اتنسى جددوا المستشفى عشان يشغلوها تاني. بعدها بيكا عرضت على رينجو انهم يهدوا الغرفة اللي تانتري ماتت فيها عشان روحها ترقد بسلام. في نفس اللحظة تاتو فاق وطلع ما ماتش وهجم على رينجو وفضل يطعن لغاية ما رينجو انهار وفقد وعيه. وبيكا هربت بسرعة ومعها صاحبتها أرام، وتاتو كان بيدور عليها. وبنعرف انه مش مجرد مجرم بس، لا ده عنده مرض عقل، وكانت طفولته مأساوية عشان كان بيشوف أبوه بيضرب أمه ويعذبه، وما كانش عارف يعمل أي حاجة لأمه وينقذها من أبوه، وده حوله لقاتل ومريض عقلي. بعدين تاتو لقى بيكا وأرام وحاول يموتهم، بس فجأة ظهرت روح تانتري وعينيها بتطلع نار من الغضب، وقربت من تاتو وهو بيحاول يهرب، بس هي مسكته وفضلت تضرب فيه. وبيكا وأرام شايفين اللي بيحصل ومرعوبين. بعدها شبح الدكتور
الدكتورة ابتسم ابتسامة خفيفة واختفى. وبعدها بنشوف رينجو استجمع قوته مع انه كان مصاب بجروح خطيرة، بس فضل يكسر في البانيو والغرفة اللي خطيبته ماتت فيها عشان روحها تركض بسلام. والدكتور تاتو نقلوه للمستشفى وتعاقب على أفعاله، وعرفوا ان المستشفى دي حصلت فيها جرائم كتير، مش جريمة الدكتورة اللي انتحرت بس، وطبعا تم إغلاقها للأبد. والقصة دي فضلت سنين كتير لغاية ما الناس نسيت، لأنها كانت قصة حقيقية وأثرت في ناس كتير. وبكده بيخلص الفيلم.